اسمي نوروز بوهار عرب من الحسكة. انضميت بحملة هاي السريكانية. بحملة السريكانية انضميت للقوات اليبجة. انضميت لليبجة، بدأت حملة السريكانية طلعت بيها. كانت حملة يعني الحقيقة كانت حملة حيل يعني حيل تعطي الإنسان قوة، تملك الإنسان قوة. كانت حملة عالمية، ونحن يعني إلى آخر نقطة بحياتنا نحن راح نبدأ، يعني بدأنا بهالطريقة، يعني بدأنا بالحملة وما راح يعني حملتنا ما راح تنتهي بسهولة. يعني إيش ما كان راح نظل على هالطريق هذا، ما راح نرجع لورا، راح نتقدم لقدام. ايش قد ما يعني راحوا لنا الشهداء، نحن ما نعطي دم شهدائنا، يعني ما نخلي دم شهدائنا بالقاع بصراحة. يعني ايش ما كان، يعني ايش ما كان الثمن نرفع، يعني دم شهدائنا نرفعه، راح نرفع ان شاء الله. زادين العلم راح نرفعه بكل مكان. يعني نحن من بدأنا بالحملة الصراحة حملة يعني كانت حيل تعطي الإنسان معنويات، تعطي الإنسان الحب، تعطي الإنسان تعلمه على كل شيء بالحياة، تجارب بصراحة. يعني طلعنا يعني حملة أردوغان كانت ضدنا يعني ايش بسلاحها الثقيل، يعني مش قصد يعني ايش قد يعني على السريكانية كانت مثال، يعني أكثر الأطفال تيتمات، أكثر العالم هيك يعني راحوا أبرياء، يعني أكثر هالشي هذا نحن ما ننسى هالشي هذا أبدا. يعني أردوغان مو جانا وجه من وجه ولا سلاح، يعني هاي داعش يقولوا له هاي أردوغان، يعني مجموعة أردوغان، عصابة أردوغان، ما جونا هيك يعني وجه من وجه أو بسلاحة، جونا يعني بطيرانهم، والطيران يعني ايش ما كان يعني طيرانهم وايش ما كان حاربهم ضدنا، نحن ما نستسلم بسهوله، راح نظل نحارب حتى اخر نقطه دم بحياتنا. بصراحه كان يعني قوات اليبجه اي قوات يعني بروج آفا بصراحه كانت كقوه، يعني يعطون قوه للانسان. يعني انا كبنت كامراه عربيه بصراحه الامر يعني ما نستسلم. يعني انا انضميت يعني مشان وطني، مشان ارضي، مشان ترابي، كرمال هذين يعني مستعد كامراه عربيه، مستعد اقدم بروحي كرمال مو انسان كاردوغان وعصابه اردوغان وداعش يجون يمتلكون وطني، يمتلكون كل شيء بوطني. يعني هاي حل صعبه بصراحه، يعني انسان يعني يتوجع بيها. كبنت عربيه راح نضل يعني مقاومين حتى اخر نقطه دم. يعني نحن مشينا على طريق شهداء وعلى فكر قائد، ومشينا يعني على روح هيك رفاقيه، راح نضل بهالشكل هذا حتى اخر يوم بحياتنا. اردوغان لما يجي ليش يريد يجي؟ تا يمتلك ارضنا، يمتلك يعني وطننا، يمتلك يعني بس تا يعني يلوث وطننا. اول ما انضميت يعني بصراحه الرفاق عارضوا ان يطلع على الحمله، قالوا انك منضمه جديده كقوه، انضمتنا على قوه اليبجه الجديد. الرفاق قالوا لي لا، يعني صح طلعت حملة السريكانية، بس كان شعوري يعني حيل يعني فرحانة، يعني هيك كامرأة عربية يعني تحارب مشان وطنها، كامرأة عربية انضمت يعني للحرب كرمال وطنها وأرضها. يعني كان شعوري بصراحة كنت فرحانة مبسوطة كأخت شهيد. يعني حملة السريكانية أنا انضميت، ما راح نترك يعني السريكانية ابدا، ولا نترك الاوطان الثانيه اللي بيد اردوغان، يعني ايش ما كان الثمن، ولا نترك دم رفاقنا الشهداء على الارض. يعني ايش ما كان راح نرفع دم يعني شهدائنا، ما نتركه على الارض، ولا اترك دم اخوي، يعني بالحسب ما اقول اخوي كرفيقي ابد دمهم ما نتركه على الارض مهدور، راح نرفع دمهم ايش ما كان الثمن. وكامرأة عربيه حتى اخر نقطه دم بحياتي راح اظل احارب واظل اقاوم، وايش ما كان يعني بحياتي راح اقاوم اكثر واكثر، واقنع نفسي بقناعتي انه يعني اظل احارب حتى اخر نقطه دم بحياتي، وما نخلي يعني ارض هيك محتله يعني بيد اردوغان او داعش او هيك عناصر محتله. يعني ايش ما كان راح نحررها ان شاء الله.